بتاريخ 15 نوفمبر 2019 وردت معلومات إلى مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببير العاتر تفيد بوجود تحركات مشبوهة للمهربين على مستوى الشريط الحدودي. تفضل. احترامات المساعد، وردت معلومات بخصوص شاحنة قادمة جاية من ولاية الواد باتجاه بير العاتر هنا محملة ببضائع لغرض تهريبها من بير العاتر لدولة تونس. الرقيب الأول، شوف إلا كاين معلومات إضافية حول الشاحنة برك فيما يخص النوع تاعها، رقم التسجيل تاعها. الشاحنة هذه حسب ما قالوا لي نوع رونو. الوضعية الحالية برك للشاحنة هذه برك حسب المعلومات هي داخلة الحدود الإقليمية تابعة لكتيبة بير العاتر. حضرنا الأفراد الدورية في انتظار نخبروا قائد الكتيبة عن المعلومة هذه. مفهوم. بناء على المعطيات الأولية تم إبلاغ قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمعلومات المتحصل عليها. احتراماتي حضرت. تفضل المساعد. حضرت كاينه واحد المعلومة برك بخصوص كاينه واحد الشاحنة واش هزة محملة ببضائع متمثلة في أجهزة كهرومنزلية. الوضعية نتاعها اكزاكت وراهي درك. قادمة من ولاية الواد باتجاه مدينة بير العاتر، دائما في نفس الإطار، مهيئة للتهريب حسب المعلومات المتحصل عليها أنها مهيئة للتهريب. شوف برك نسق مع قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بن قرين يتبعوها من بعيد. مفهوم حضرت. وشوفوا مع السد الثابت المقام بالمكان المسمى بموسى الأفراد يوقفوا الشاحنة إذا كانت وصلت عندهم. مفهوم. وتاخذ جميع الإجراءات والاحتياطات الأمنية، شكل دورية بسرعة دركا نخرجوا. مفهوم. شكرا. بتاريخ 15 نوفمبر 2019 على الساعة 9 صباحا وردت معلومات إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر العاتر مفادها وجود شاحنة محملة بأجهزة كهرومنزلية قادمة من مدينة الوادي باتجاه مدينة بئر العاتر معدة للتهريب. استغلالا للمعطيات الأولية عقد قائد الكتيبة اجتماعا مع مصالحه للتنسيق بينهم وتضييق الخناق عن المهربين لحجز البضاعة المهربة. استعد. البضاعة المهربة سيتم نقلها من ولاية واتسوف نحو ولاية تبسة. حسب المعلومات الأولية فإن المهرب يتواجد هذه الأثناء في مدخل مدينة بير العاتر. تهريب هذه السلع متجهة من مدينة واتسوف باتجاه مدينة بير العاتر، وعليه يجب ضبط هذه الشاحنة مع السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها كتعليمات السرعة في التنفيذ. أمام هذه المعطيات تم وضع خطة تتمثل في التنقل إلى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين مدينتي بير العاتر ونقرين للقيام بحاجز أمني لتوقيف المهرب وحجز البضاعة. استعد. باتجاه السيارة تحول. على إثرها تم تشكيل دورية بقيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر العاتر مرفوقا بأفراد فرقتي الدرك الوطني ببئر العاتر وصفصاف الوسرة مدعمين بأفراد الفصيلة الثالثة للأمن والتدخل ببئر العاتر من أجل وضع نقطة تفتيش على مستوى الطريق الوطني رقم 16 في شطره الرابط بين مدينة بئر العاتر ومدينة نقرين. في حدود الساعة 1:30 زوالا تنقل رجال الدرك إلى عين المكان من أجل وضع حاجز أمني. حين وصول رجال الدرك الوطني لعين المكان باشروا بالإجراءات اللازمة. السلام عليكم. وضع الشاحنة من فضلك.
رخصة السياقة تاعك. رخصة السياقة قلت. واش كاز اخويا؟ فرغ المبلاش تاع البطاطا. تشير المعلومات أن المهرب سوف يتنقل على متن شاحنة، لكن لوحة ترقيم المركبة ولونها لم يتم تحديده بعد. المبلاش هذا تا هو. المبلاش تاع البطاطا. واش خدمت هي؟ بطاطا. لا. تاجر. كلها. صايب فرموها. خليه برك. تفتيش دقيق للمركبات والشاحنات في حالة الاشتباه فيها. وين المساعد؟ تفضل هذا. اروح تفضل. الله يسهل. بالعقل برك. الله يعاونكم. الله يسهل اخويا. وحب والديكم. رجال الدرك مستمرون في مراقبة جميع التحركات على مستوى الشريط الحدودي. رجال الدرك الوطني ملتزمون باليقظة، الحذر والحيطة، المراقبة والانتباه لكل حركة، وهم كلهم عزم على توقيف المهرب. ربي يسهل. السلام عليكم. أعطينا وثائق الشاحنة من فضلك. تفضلك. زني رخص السياقة. تفضل. واش راك هاز في الشاحنة؟ الكتروميناجي. منين راك جايبها؟ من الواد. وين مديهم؟
بير العاتر. تفضل افتح لي الشاحنة. في حدود الساعة 3 تفطنت مصالح الدرك لوجود شاحنة مشبوهة فقاموا بتوقيفها. زيد افتح هذا. الفاكتير ورخص التنقل تاع الجمارك عندك؟ نعم مع الوثائق. مساعد. هذه الشاحنة محل معلومة. طيب يا معدل التهريب. عطينا تشوف الوثائق تاعها وراه السجل التجاري تاعها وفاتورة الشراء ورخص التنقل تاعها تاع الجمارك. كاين هنا كلش مع الوثائق. روح تفضل تشوف. بالنسبة للوثائق الثبوتية تاع البضاعة مبدئيا الوثائق تاعو راهي فيه عنده رخص تنقل، عنده فاتورة شراء، السجل التجاري تاعو، تبقى لنا يرافقنا نحولوه إلى مقر الوحدة ونتأكدوا من الوثائق مع السلطات المعنية. ساغ تفضل اغلق لنا الابواب تاع الشاحنة تاعك. نعم. وباش ترافقنا لمقر الوحدة. لا واش كاين؟ السلعة عندي وثائق، السلعة كاينة، الوثائق تاعي كاينة، أموري ريق. عندنا فيما يخص الوثائق تاعك الثبوتية تاع البضاعة راح نتأكدوا منها. عندي الفاتورة، عندي رخصة التنقل، الوثائق تاعي كاملة. معليش نتأكدوا منها في مقر الوحدة، وإلا ما كاش إشكال تكمل المهمة تاعك. ما عندنا حتى مشكل نورمالمون. ها تفضل اغلق لنا. اي والله واحد كلشي تاعي وريق، انتم راح ديروا لنا مشاكل برك. أموري ورقية مريقلة أنا. ديرونا في المشاكل. ايوا درك واش راه نديرو؟ عطيني ورقي تاعي خلي نروح، اموري يريقلوا. روح تفضل اطلع في الشاحنه. تعاملنيش معامله تاع مهرب، انا مش مهرب. الرقيب روح رافقه وركب معاه. سيب هيا روح تفضل. كيفاش انا اموري يريقلوا ديري البروبليم هذا واش فيه؟ هيا جميع الافراد رفع التشكيل. هناك تم اقتياد سائق الشاحنة لمقر الفرقة للتحقيق معه. بعد عملية تفتيش مختلف المركبات على مستوى نقطة المراقبة تم إيقاف الشاحنة محل المعلومة، وبعد التأكد منها تم اقتياد الشاحنة وصاحبها إلى مقر الفرقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الأجهزة الكهرومنزلية اللي راهي في الشاحنة نتاعك؟ لا ماشي تاعي انا راني شوفير برك. منين جبت هالسلعة هذه؟ السلعة هذه راه بعثني مول الكاميون نجيب فيها انا خاطي. منين شارجيتها ووين راك مديها السلعة؟ انا شارجت من الواد وجبتها جايبها لنا لبير العاتر. المشتبه فيه إدريس صرح لرجال الدرك أنه مجرد سائق للشاحنة، حيث أشار أنه يملك جميع الوثائق اللازمة لنقل البضاعة. أنا والله ما على بالي وراني نديها، أنا راه عطاني نيميرو قال لي كي تلحق البير العاتر عيط للسيد، قال لي هم الوثائق رخصة نقل تاع الجمارك عندي، أموري واضحة، الباقي ما على باليش بيه. الشخص هذا عندك الرقم تاعو هنا في التليفون تاعك؟ نعم راه عندي ايه. اتصل به باش نعرفوا المكان تاع السلعة. مليح ذا. بعد اتصال المدعو إدريس بالزبون وجد هاتف هذا الأخير خارج مجال التغطية، وهو ما أكد لرجال الدرك أن السلعة كانت موجهة للتهريب. إذا مادام السيد غلق الهاتف نتاعو السلعة هذه راهي موجهة للتهريب. صاحب الشاحنة الأصلي يدعى عبد الجليل، وهو الذي طلب منه نقل البضاعة من ولاية وادسوف إلى منطقة بير العاتر. مول الكاميو هذا تعرفه؟ نعم الورق باسمه جلول هذا. بخصوص القضية المتعلقة بحجز شاحنة الوزن الثقيل، على إثر تلك المستجدات عقد قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببير العاتر اجتماعا مع المحققين لتقسيم المهام لمعالجة القضية في أقرب وقت ممكن إلى الدولة المجاورة، وقصد الوقوف والتحري الدقيق لهذه القضية نقوم بتشكيل فوج من المحققين لمعالجة ملابسة هذه القضية. وعليه على قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببير العاتر أولا اختار السيد وكيل جمهورية لدى محكمة بير العاتر، ثانيا إعلام مركز العمليات بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة مع التأكد من صحة الوثائق الإدارية الخاصة بهذه الشاحنة، وتحديد أصل ووجهة
هذه السلع. في حالة التأكد من أن هذه البضاعة موجهة للتهريب، على قائد الفصيلة الثالثة للأمن والتدخل ببئر العاتر تقديم يد المساعدة والدعم لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر العاتر من أجل القيام بتوقيفات للمشبوهين في عملية التوقيفات بكل جدية. مفهوم؟ تفضل. مباشرة بعدها تم استدعاء صاحب الشاحنة المدعو عبد الجليل لمقر الفرقة للاستماع إلى أقواله. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم. والله لاباس الحمد لله. مرحبا بك، اعطينا بطاقة الهوية من فضلك. الهوية هيا تفضل. معليش تفضل. الشاحنة اللي حكمناها تاعك ولا مش تاعك؟ ايه تاعي يا شيف، كيفها كيف كمين اخرين نخدم ترونسبور. عبد الجليل يشتغل في مجال النقل بطريقة قانونية وليست له علاقة بالتهريب. تاعي على بال عيطوا لينا في واد سوف كيما ملفين نخدموا مع الناس، نخدموا مع اي واحد. رحنا لواد سوف جبنا السلعه كيما نروحوا لتبسه نجيبوا السلعه، كيما بارتو نخدموا السلعه نجيبوا، ما نهربوا ما والو خاطيين. والسلعه هذه اللي منجيبها انا للعاتر. السلعه جايبينها للعاتر للسيد تاع واد سوف. البضاعة ملك لصاحب شركة في واد سوف، حيث كلفه هذا الأخير بنقلها لأحد فروعه بمنطقة بئر العاتر. والشركة هذه في بئر العاتر وين جاية؟ الشركة ما نعرفش الشركة. أنا أعطاني نيميرو التليفون، أعطاه للشوفير قال له كي تلحق عيط ما على باليش. أنا ما نعرفش الشركة، هو الفرع تاعو على بالو وين. رخصة التنقل خدمتها أنت ولا مول السلعة؟ أنا ما خدمتش، أنا حتى وثيقة ما درت والو. عيط لي على السلعة قال لي عندي سلعة تجيبها من واد سوف للعاتر، مشيت جبتها بعثت الشوفير كيما نخدم نورمال، ريقلو رقية، أموري واضحة. نأكد لك على رخصة التنقل تاع الجمارك. تاع الجمارك؟ إيه خدمهم هو، خدم كلش البابراس تاعو خدمها هو. هذا مكان من خلال التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني في القضية، تأكد المحققون أن المدبر الرئيسي في التهريب يدعى ياسين، حيث قام هذا الأخير بإنشاء شركات وهمية بسجلات تجارية وهمية لتسهيل نقل بضاعته إلى الدول المجاورة. هيك متابع بقضية تصدير بضاعة عن طريق التهريب. يا شيف أنا غير عاونته بالترونسبور، هو دار كلش، هو جاب السلعة وهو دار كلش، أنا غير بالترونسبور برك. بعد عملية التحري الدقيق أسفرت العملية على أن السلع المحملة بالشاحنة كان صاحبها بصدد تهريبها إلى الدولة المجاورة، كما أن صاحب هذه السلع يتخذ من السجل التجاري ذريعة لممارسة هذا النشاط الغير القانوني، كونه لا يملك نقاط ثابتة لترويج سلعته، وهي كلها عبارة عن نقاط بيع وهمية. بعد وضع خطة محكمة، تنقل رجال فرقة الدرك الوطني ببئر العاتر مدعومين بفرقة البحث والتدخل من أجل توقيفه. الو خويا، وش راك؟ لاباس والله، الامور مريقله وانت لاباس؟ ما درت والو. هات يدك هنا، هات يدك. ما درت والو. فتشوا مليح. ما درت والو. فتش المركبة. ما كاين والو. حولوا المركبة. اطلع.
هناك تم توقيف ياسين، حيث تم اصطحابه لمقر الفرقة للتحقيق معه. ياسين، نعم. شوف ياسين، من خلال التحقيق تاعنا معاك في وقائع القضية هذه، راك تقول باللي عندي شركة لبيع الأجهزة الكهرومنزلية على مستوى ولاية الوادي. هي عندي شركة تاعي الكتروميناج، شركة معروفة بسمعتها، الناس كلها تجيني، عندي ديك ليون نخدم معاهم، امورها كلها مريكل. ياسين ليست له علاقة بالتزوير، وهو يملك عدة شركات بطريقة قانونية. ياسين، على حساب الوثائق الثبوتية تاع البضاعة تاعك المتمثلة في السجل التجاري، راك عندك مقر لشركة لنفس الشركة على مستوى بلدية بير العتر. هي عندي عدة فروع، عندي في العاتر، عندي في الواد، عندي في قدام بلاصة. تقدر تعطينا عنوان الشركة الفرعية هذه في بلدية بير العتر بالضبط وين؟ شارع النخيل. ياسين شوف، نعم. أعطيتنا في التصريح تاعك الأول ايه باللي عندك مقر للشركة على مستوى الواد. ايه احنا بالتنسيق بالفرقة المختصة ثم تأكدنا باللي ما كانش مقر لهذه الشركة على أرض الواقع. ايه بصح انا تاجر، انا نخدم سلعتي تجيني نبيعها، نجيب السلعة وهي ماشي. نفس الشيء في التصريح تاعك الثاني، راك تقول باللي عندي شركة فرعية على مستوى بلدية بير العتر. تنقلنا العنوان اللي عطيته لنا بالضبط، ما كانش ثاني الشركة لا أساس لها من الوجود. استمر التحقيق مع المشتبه فيه لعدة ساعات. ياسين متشبث بإنكار جميع الأفعال المنسوبة إليه. المهم أنا تاجر، نبيع ندبر راسي، المهم نجيب السلعة ونبيعها أنا. شوف، بعد ما تحققنا من العناوين تاع الشركة تاعك، عرفنا باللي النقاط هذه، نقاط البيع تاعك نقاط وهمية، ما كانش هذه وعلى أساس هذا البضاعة تاعك راك تجيب فيها هنا لمدينة بير العتر، راهي توجه إلى التهريب. خاطيني التهريب، أنا أموري كلها مريقلة، قلت لك نخدم نبيع نشري. راني نأكد لك باللي البضاعة اللي راك تجيب فيها لمدينة بير العتر. بعد مواجهة المشتبه فيه بالأدلة العلمية، تراجع هذا الأخير عن تصريحاته السابقة واعترف بضلوعه في عملية التزوير. أنا تاجر نبيع. شوف خذ راحتك، احنا المطلوب احكي لنا الوقائع بالضبط. أنا تاجر نخدم الكتروميناج، نعرف جماعة من الدولة المجاورة عيطوا لي محتاجين سلعة، قلت نوفرها لهم، جبت أنا السلعة دي اللي عندي وقلت كيف نخرج نوصلها لهم من بير العاتر للحدود. واه لا السلام عليكم. وشك السي جليل المحترم، واش راك؟ لاباس؟ بخير، عيالكم بخير؟ والله الحمد لله مريقلة في نعمة. الحمد لله يا رب. يا خويا طولت شوي. عاش مشافك الساعة. يعيشك والله لا يبارك فيك. طولت شوي بصح خويا. هاك تعرف الطريق والخدمة ورانا والله حاصلين. والله أنا كل كيف هاك تعرف. الأعمال على نعرف صاحبي جلول هذا يسكن في العاتر، عنده ترانسبور، عنده ليسيمي. عيطت يا خويا، يا أخي عيطت لك على جال الإلكتروميناج، لحقتني دوموند باه نوصلها للعاتر. لي كليماتيزي، فريجيدان، كلش. فهمتك يا خويا، معول عليك تشوف لي الطريق، النقل، طريقني فيها سهلة ولدي، خطاتك كيما تعرف الأمور اللي يمت مزنهرة. لقينا مع بعضنا، قلت له جلول عندي سلعة توصلها لي من الواد. شوف حتى للحد ما تكسرش راسك، خلاص بالصح نتفاهم ولا حاجة. اسكو سلعتك صافية فاكتوري ولا يعني حب تفوتها أمور؟ السلعة أمورك مريقلة، الورق تاعها مع الديوان كلش. خاطر تعرف بلاصة تاع حدود أمورها مريقلة. نفوتوها هكا ولا نفوتوها هكا؟ أمورها مريقلة، قلت لك الطريق تمشي عادي. ديوان كلش مريقل، الوراقي لي بابير ريجيستر دنيا كل. صافي كي نعيط للشوفير ونخرج الكاميون من البارك نقول له راهم وراقيك مريقلين، غير وشي بيناتنا بلي راهي راح تخرج بيناتنا راح توصل لهي. بصح أنا كي يوصل ثم نعطيك النيميرو تاع السيد يعيط اللي راح يحكم عليه السلعة. أخويا مريقلة، ربي يسهل الخطاط. كل الأمور الأخرى مريقلة من بعد. مريقلة. خدمنا ديجا من قبل مع بعضنا، نعرف العقلية حاجة باينة، السلعة راهي واصلة. أمورها مريقلة.
درك بعد نعيط لواحد الشوفير كونفيونس باهي. نثق فيه ما نخدم معاه في الامور هذه. هيا باهي يا خويا، دير اللي عليك، عيط له. مريقلة دقيقة برك. واجدة السلعة هي. امورها مريقله، انا نروحوا درك نشارجوها بعد. هيا ربي يجينا الشوفير برك يجي يوصل برك الطريق. باهي. هاي الو. الله يعينك ادريس، لاباس عليك اخويا؟ احتجتك بركة في عندي سلعة كما تعرف، راك تعرف تليفونات. اني معاك سلعة من ودسوف حتى الحد مريقلة، ورقاها لي فاكتور ريجيستر، واحد لا يقلقك في الطريق. ماشي اخويا وش دير؟ تعقب درك للبارك، تهز ديطون واني في الواد مع السيد، تجي تهز السلعة وترجع بها ترجع بها للعاتر. ياك معايا للحد. نعطيك انا نيميرو تاع السيد نهزو من عند خونا السوفي، توصلها للحد ومرك مريقلة تعيط له يدي شارجي من عندك السلعة. بصح راهي بيناتنا السلعة راهي كشغل ماشية لهيه بصح، ورقاها مريقلة. يقول له بما يسمح به القانون. اخويا مريقلة وين تخرج برك عيط. اقترح ياسين على المدعو عبد الجليل مساعدته في نقل البضاعة من منطقة واتسوف إلى أحد زبائنه في بئر العاتر لتهريبها إلى الدول المجاورة، وهو الأمر الذي وافق عليه عبد الجليل. اخويا مريقلة ان شاء الله السيد هو يخرج من الوادك تعرف الطريق عادي ان شاء الله وين نوصل. هو اخويا في اي وقت ما بيناتنا التليفون. نروح عند واحد حبيبي هاني عيط له نتلاقاه باهي وهو بيناتنا الهاتف. اخويا تهلا لي في راحتك، يعيشك اخويا، تهلا في راحتك. الله يعيشك. عيط للشوفير جا هو الكمي. ريق الكل يلا ارجع. والله يعينك الله يعينك معنا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بليس محترم مش راح باس هذا الشوفير اللي راح يقوم لنا بالمهمة عندي فيه كونفيونس كبيرة، متهني على سلعتك، على التوصال، على الأمور في الحد. نعطوه النيميرو تاع السيد، السلعة تتهز من تتحط من. اخويا شغلنا مريقلة عندك كلها هنا. مريقلة العمل على ربي. سي دريس نعولوا عليك. مريقلة ان شاء الله العمل على ربي. هيا نحن نروحوا نتقهووا ونعيطوا للجماعة يشارجوها. نشارجوا الساعة هذم ونروحوا اللونجار الاخر نعاودوا نشارجوا الاخرين. مريقلة العمل على ربي. رحنا. هيا نفطروا. هاي لا شارجين السلعة ومشوا على الروح. اخويا هم الورقي تاعك، رخصة التنقل، امورك مريقلة، تفضل. والنيميرو تاع السيد انا درته لك ثم. شوف كي توصل ديريكت تعيط بالتليفون. عبد الجليل كلف سائقه إدريس بتنفيذ عملية التهريب، حيث قام بمنحه رقم هاتف الزبون الذي سوف يستلم البضاعة. توصلك تعيط لي وتعيط للسيد ومريقلة ان شاء الله. وجلولو ديماري درك وديماري قبل انا معاك. النشاط اللي راك تقوم به هذا راهو يضر بالاقتصاد الوطني. هكذا سرد المدعو ياسين للمحقق تفاصيل القضية، وكشف عن تورط كل من عبد الجليل وإدريس في القضية. بضاعة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل.
مجريات التحقيق خلصت إلى توقيف 3 أشخاص متورطين في هذه القضية، أين تم توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية. رغم المخاطر والصعاب التي تعترض رجال الدرك الوطني أثناء تأدية مهامهم، إلا أن حسهم الوطني جعلهم يخاطرون بالنفس والنفيس في سبيل تطبيق قوانين الجمهورية. إن هذا العمل غير القانوني يضر بالاقتصاد الوطني وكذا أمن وسلامة الحدود الجزائرية. لهذا تبقى وحدات الدرك الوطني ساهرة على إحباط كل محاولة التهريب بشتى أنواعه.